السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، والنهاردة بقى جايه لكم فيديو جديد وروتين كده جديد ان شاء الله تتشجعي بيه معايا. بصوا بقى، الروتين ده هو بتاع اليوم اللي عملت فيه العكاوي، اللي هو امبارح يعني. ف قلت بقى كده خلصت كده واتغدينا واخدت قعدتي، وبعد كده بقى قمت روقت المطبخ زي ما انتم شايفينه كده، منظره لا يسر عدو ولا حبيب. فقُلت بقى أقوم كده أخلّصه وأشوف إيه اللي ورايا علشان برضه أنام مرتاحة، و يكون ما فيش ورايا يعني حاجة. فزي ما أنتم شايفين بقى كده، أول حاجة البطاطا بالبشاميل، مش قادرة أوصف لكم طعمها كان حلو قد إيه. بجد جرّبوا إن أنتم ما تعملوش البشاميل السُكّر بتاعه عالي، هتلاقوه طعمه حلو أوي، أوي، لإن أصلًا البطاطا إحنا بنكون حاطين عليها سُكّر وزبدة، هي أساسًا بتكون مسكّرة. وعلى فكرة لو أنتم مش عايزين تحطّوا زبدة على البطاطا عادي، أنا بس بادّيها علشان بتعزّز الطعم أكتر، فبتبقى لذيذة يعني. في العموم يعني أنا البشاميل أصلًا حادق أو حلو، أنا لا باحب أسكّره أوي ولا باحب أحدّقه أوي. يعني لمّا بيكون هاعمله حادق، مكرونة بشاميل مثلًا، باحس إن البشاميل كده لمّا بيكون مش حادق أوي بيبقى طعمه شبه القشطة كده شوية، فباحب طعمه كده أكتر. وباحس لمّا برضه يكون البشاميل برضه السكر بتاعه قليل، باحس برضه إن طعمه كده بيكون برضه لذيذ كده ومايل للقشطة شوية. ففي الحالتين أنا مش باحبه ولا أسكّره ولا أدّي له ملوحة زيادة. بس بقى تعالوا ندخل على الفيديو كده ونشوف هنعمل ايه. انا بقى زي ما انتم شايفين كده بنزل بس البواقي اللي موجودة في المواعين، يعني بواقي الاكل، حاجة لازقة قوي في الطبق. بعملها كده بصبعي زي ما انتم شايفين كده، يعني انا حتى مش ماسكة ليفة ولا بعمل بيها اي حاجة. فابتديت كده إن أنا بقى أشيل معاكم كل حاجة موجودة في الحوض، وأشطفها كده شطفة سريعة. والحاجة اللي أنا عارفة إن هي مش هتدخل ال الغسالة باركنها على جنب، علشان لمّا ألِم الحاجة كلها كده وأشغّل الغسالة، أبتدي إن أنا أغسلها وأفضّي الحوض خالص. جيت بقى هنا معاكم أرُص الغسالة، والغسالة هتصعب عليكم من اللي أنا باعمله فيها. أنا بجد يا جماعة بيبقى أهم حاجة بالنسبة لي هي الحِلَل. أنا لازم الحِلَل والصواني والطواجن والحاجات دي كلّها تدخل الغسالة، لإن أنا أصلًا يعني مش عايزة إيدي تبقى في المَيّة كتير، لإن للأسف طالع لي في إيدي وصوابعي كده إكزيما أول ما باحط إيدي تحت المَيّة. أنا مش عارفة أوصف لكم بجد أنا إيدي بتولّع نار إزاي. وبعد كده إيدي بقى بتنشف، صوابعي بتنشف كده بتفتح لوحدها كأنها بتتعور. وكمان يعني بتحسوا إن شكل الصُباع متغيّر كده من كتر ما هو ناشف، مهما بقى إن أنا رطّبت ومهما حطيت مضادات حيوي ما فيش فايدة. يعني أنا تقريبًا باحط فيوسيدين مثلًا في اليوم 3، 4 مرات، وفيوسيدين اللي هو المضاد الحيوي ده، وما فيش أي فايدة برضه. أول ما صوابعي تهدى كده يوم والّا حاجة باقول الحمد لله، مسافة بس ما أعمل أكل أحط مَيّة. أنتم عارفين لو المَيّة بتاعة الطماطم مثلًا وأنا باقطّعها جات على إيدي بتحرقني وتبهدل لي إيدي تاني. لو أنا مثلًا باقطّع حاجة حراقة وطالت صوابعي دي مثلًا تبهدل لي الدنيا تاني. مجرد ما أمسك الليفة اللي هي السلك دي مثلًا، لو أنا هادعك حاجة في المواعين برضه إيدي بتتبهدل. فبصراحة هي تاعباني أوي. لو حد مَر بحاجة زي دي يعني يا ريت يقول لي كده ويقول لي أعالجها إزاي أو عمل فيها إيه، لإنها بصراحة بتبقى صعبة أوي، أوي، أوي. أنا باحس بوجع رهيب، ومع ذلك أنا لمّا باحط الفيوسيدين باحس بوجع وأكلان كده في صوابعي جامد أوي. فباقول الحمد لله يعني إيه، بتبتدي إن هي تعالج صُبعي أو كده. بس مش بالاقي فايدة يعني. أنا إن شاء الله بإذن الله ناوية إن أنا أروح لدكتور جلدية، بس الكسل بقى بصراحة يعني سايد عليَّ شوية كده. فإن شاء الله كده هاروح قريب لدكتور جلدية وأشوف إيه الدنيا. فبس أنا بابرر لكم بقى أنا ليه باملى الغسالة كده، وبابقى عايزاها تشيل كل حاجة. وبرضه على فكرة أنا مش باحمّلها فوق طاقتها أوي يعني، وفوق الرف اللي فوق ده معظم الوقت أنا بابقى حاطة اللي يا دوب تبقى الرف واخده، فاهمين قصدي؟ مش يعني أصلًا ممكن تلاقوا اللي زاحمه مثلًا هي الإسباتيولات والحاجات دي، لكن أي حاجة تانية لأ. لكن الرف اللي تحت مثلًا ممكن أتقِّل عليه شوية، أحُط فيه أحاول أحُط كل الحِلَل زي ما أنتم شُفتوا كده دلوقتي. بس، فالحمد لله يعني، ربنا يشفي يا رب كل مريض،
ما حدش يشوف حاجة يعني تتعبه أبدًا يا رب. زي ما أنتم شايفين بقى كده أنا لميت الحوض كله الحمد لله في الغسالة، بس كان متفضل برضه كام حاجة كده هاروح أغسلهم على إيدي. عايزة أقول لكم أنا مثلًا الكام حاجة اللي أنتم هتشوفوهم دول ما خدوش مني في الغسيل مثلًا 5 دقايق، 10 دقايق، وكمان باغسل بمَيّة تكون فترة كده على إيدي، اللي هي ولا سخنة أوي ولا ساقعة، تكون فترة اللي هو أنا أتحمّلها. ومع ذلك برضه إيدي من ساعتها وجعاني جدًا، وعمّالة أتفتح كده كأنها بتتعور. فالحمد لله يعني، ادعوا لي كده إن شاء الله بالشفا كده، وربنا يا رب يشفي كل مريض. الكرسي بقى الخشب اللي أنتم شايفينه ورايا ده كرسي أنا كنت حاطاه في البلكونة، بس أنا بصراحة من نوع الناس مثلًا اللي لمّا باجي أعمل أكل أو كده، أنا مش باعرف أطلع أقعد برّه وأسيب الأكل على النار والحاجات دي. فحسيت بقى إن بصراحة كده الوقفة بتطوّل على بال ما الأكل يخلص. في أكلات كده تبقى سريعة وتخلص، وفي أكلات مثلًا زي العكاوي امبارح كنت باستنى السِوَى. دي بصراحة طلعت قعدت برّه وكده، بس في أكلات هي أصلًا باحس إن هي يعني أنا مش عارفة أسيبها وأطلع، فاهمين قصدي؟ بس فجِبته بقى حطيته كده في المطبخ، لمّا باحب أريّح كده 5 دقايق والّا حاجة، باقعد عليه، لو الوقت بقى هيطوّل باطلع أقعد برّه. بس كده مليت بقى معاكم الغسالة وحطيت القرص وضبطت البرنامج بتاعها. ويا جماعة اللي عنده غسالة أطباق ما ينفعش أبدا 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 إنه يمشي على برنامج واحد بس هو اللي يستعمله، لأن احنا كده بنربي جوه الغسالة بكتيريا غير نافعة يعني هتضرنا، وكمان هتخلي ريحة الغسالة مش حلوة. وكمان الفلتر بعد كل غسلة أو كل غسلتين بالكتير لازم تغسلي الفلتر وتتأكدي إن هو ما فيهوش أي رواسب ولا أي شوائب علشان المواعين تبقى نضيفة معاكم. بس أنا برضه قُلت أقول لكم حاجة زي دي علشان أنا أول ما جِبت الغسالة كنت باستعملها على برنامج واحد اللي هو الB4، وما كنتش باغيّره، كنت شايفة إن هو بقى لذيذ، هو ساعة، ساعة إلّا 10 دقايق على حسب الحساس بتاع الغسالة يعني أمّا يقول المواعين متسخة أوي أو لأ. فكنت كل اللي أنا باعمله هو إن أنا باشغّلها على الB4 وباقول حلو وجميل وبيطلّع لي المواعين تمام. بعد كده ابتديت بقى إن أنا أحس في الغسالة بريحة مش حلوة كده، فلمّا بحثت عرفت إن إحنا ما ينفعش نشغّلها على درجة حرارة واحدة، علشان ده بيربي بكتيريا جوه الغسالة ومش بيبقى حلو. فبقيت بقى باشغّلها مرّة مثلًا على الB4. الB4 ده 60 درجة والB3 65 درجة، وساعات بقى قليلة كده باشغّله برضه على الB1 اللي هو ل70 درجة، بس ده لو أنا مش حاطة علب بلاستيك أو حاجات كده. يعني هو بينفع أكتر مع الطواجن والحلل والحاجات دي. لكن لو حاطة برضه أطباق خايفة عليها، يعني أنا الطقم اللي أنا باستعمله معاكم ده طقم ميلامين. على فكرة أنا عندي طقم العشا بتاعي اللي أنا متجوزة بيه أصلًا هو بورسلين، بس برضه أنا باخاف أدخّله على درجة حرارة 70 دي وباحس إن كتير أوي عليه. فبس يعني أنا دلوقتي بقيت ماشية على الB4 وعلى الB3 وأوقات قليلة كده على الB1. ولمّا بنيجي نعمل لها دورة تنضيف للغسالة نفسها، باعملها على الB1 اللي هو أعلى درجة حرارة اللي هي 70. وكمان باشغّل معاها برنامج التعقيم، اللي هو يبقى لمّا تيجي تجفِّف يعني وتعقّم يبقى بزيادة في التعقيم، تحسّوا إن في سخونية أكتر في الغسالة، فاهمين قصدي؟ بس بقى رُحت بقى كده خلّصت المواعين معاكم، ورجعت على البوتاجاز مسحته كده بمنديل كولوريكس. بصراحة أنا في الوقت ده أصلًا كنت واقفة خلاص بقى يعني عايزة اليوم يخلص، واللي هو يعني إيه خلّصوني، فما قدرتش برضه إن أنا أدعكه يعني بالمَيّة والصابون، بس أنا امبارح كنت داعكاه بالمَيّة والصابون أول امبارح بالليل. كنت حاسة يعني إن هو هينضف وتمام وكده. والمناديل دي بصراحة يا جماعة اختراع، بجد هي حلوة أوي. لو في حد ما جرّبهاش يجرّبها، هتحبوها أوي، هتحسّوا إن هي بتنضّف لكم. شايفين أصلًا البوتاجاز بقى بيلمع إزاي، فهي بتنضّف وبتشيل الدهون وكل حاجة. قُلت بقى آخُد معاكم كده الرخامات سريعًا، بقيت بقى أرُش المُلمّع بتاعي. وعلى فكرة المُلمّع ده أنا باحس إن هو بينضّف، لو في تراب بيشيله، لو في حاجة لازقة في الرخامات بيشيلها، وباشيل كل حاجة كده وامسح تحتها. أنا متعودة على كده، وكل كام يوم كده باعمل بقى الرخامات دي كده بالمَيّة والصابون، واشيل كل حاجة موجودة على الرخامات، واعمل بالمَيّة والصابون، وبعد كده أرجع تاني أحط الحاجة مكانها.
باقي الأسبوع بقى مثلًا لو حسيت إن في برضه حاجة دهون أو كده، ممكن بمنديل كولوريكس كده وأقوم ماشية على الرخامات، بس النهارده ما كنتش حاسة إن في دهون كتير ولا كده عملتها، وباخد بقى معاكم كده الميكروويف بامسح الإزاز بتاعه، نفس الحكاية الفرن الكهربا بامسح الإزاز بتاعه، وبامسح الفرن نفسه من برّه. وباخلّي كده الحمد لله دايمًا إيدي في الحاجة علشان يعني تفضل نضيفة، ولمّا آجي حتى أعمل لها تنضيفة عميقة أو كده ما تتعبنيش أوي، وما أحسش إن أنا يعني باعمل حاجة مش واخدة منها النتيجة اللي ترضيني، فاهمين قصدي؟ مسحت بقى الرخامة الأولانية كده، ورُحت بقى على الرخامة اللي جنبها، برضه شِلت كل حاجة الطقم بتاع الكاندي اللي قدامكم ده أنا بقيت باستعمله للأقراص بتاعة الغسالة عشان تبقى قدامي على طول، مش باحب أسيبها في الكيس بتاعها، وباحس إن يعني آآ هو كده محكوم ومقفول عليه أكتر، فولا هيرطّب إن شاء الله، ولا هيجرى له أي حاجة تبوّظ الأقراص. بس بقى رُحت هنا كده على الرخامة اللي عليها البهارات بقى والفرن الكهربا وكده، برضه هاشيل كل حاجة من مكانها وهامسحها، بس هامسحها الأول من غير ما أرُش ملمّع يعني، علشان هي كان عليها ملح كده، فقُلت ألِمّه الأول، ولو في بقى تراب خلاص يتلَم معاه بالمرّة من على الرخامة دي، و أبتدي إن أنا ألمّع بقى الرخامة. وعلى فكرة هو ما بيبقاش في أي تراب خالص الحمد لله يعني، لإن أنا كل يوم هي يوميًا بتتمسح أصلًا مرّة و2 و3 كمان، يعني طول ما أنا واقفة شغّالة الرخامة دي بتتمسح، وبالليل بتتمسح، فمش مقصودي تراب بمعنى التراب يعني أي حاجة موجودة عليها مقصودي بتتمسح. بس طبيعة أصلًا الرخامة الجلاكسي دي إنها مش بتلمع أوي، يعني هي أول ما بتركب بتبقى بتلمع جدًا ولونها أسود قاتم جدًا، بس بعد كده بقى مع الاستعمال بتبتدي إن هي تبقى متلمعة ونضيفة وكل حاجة، بس لونها ما بيكونش لامع أوي، فاهمين قصدي؟ بس هي بصراحة ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك، كرخامة لمّا يعني في الاستعمال لمّا بتستعمليها بتحطي عليها حاجات سخنة، اللهم بارك بسم الله ما شاء الله، هي حلوة جدًا وبتستحمل. وأنا لمّا جيت وقتها أدوّر على الرخام كنت عايزة أصلًا أعمل الرخام بتاعي لونه فاتح، ناس كتير ما رجحوليش يعني الألوان الفاتحة، وقالوا لي كمان إن لو حصل بُقعة يعني عليها، البُقعة دي بتفضل معلمة في الرخام، فأنا ما رضيتش أجيب. وكان في نوع تقريبًا كان اسمه كوارتز ده اللي قالوا عليه حلو، بس برضه كان غالي أوي وقتها، فكله رشح لي الرخام الجالاكسي ده، وقال لي إن هو حلو وبيستحمل الحرارة وحلو يعني حلو كشغل مطبخ. فقُلت خلاص بقى أجيبه وخلاص، بس هو بصراحة عملي، وعلى فكرة هو شيك جدًا، يعني هو فيه زي فصوص كده لونها دهبي كده تحفة يا جماعة والله العظيم لأ، يعني من قريب باقعد أتأمل فيه كده وأقول يعني سبحان الله شكله حلو أوي، شكله حلو جدًا ما شاء الله اللهم بارك. بس كده بقى الصينية اللي أنا مسحتها الأول معاكم كده بمنديل وركنتها على جنب، خدتها بقى وغسلتها وقُلت بقى خلاص خلّصت المطبخ، لازم أكافئ نفسي بكوباية الشاي بلبن بتاعتي. رُحت بقى كده عملت مَج الشاي بلبن بتاعي، وأنا يا جماعة من الناس اللي المَجّات بتسعدها، يعني أنا شكل المَج بتاعي اللي أنا باختاره وقت ما أنا باجي أشرب الشاي بلبن بيحسسني بالسعادة كده، فجِبت بقى مَج كده وحطيت فيه معلقة وربع سكر، أنا باشرب السكر بتاعي قليل وباحس إن أنا باحس بطعم الحاجة كده أحلى، وحطيت بقى اللبن وهنا الشاي كان غِلي معاكم، وبكده خلاص الفيديو بتاعي الحمد لله كان خلص، ويومي كمان كان خلص مع الفيديو، و شجعوني وحطوا لي لايك واعملوا لي كومنت حلو منكم، علشان أنا والله باتعب في الفيديوهات دي أوي، وباتعب أوي على بال ما بامنتجها واحط لكم الصوت عليها وأنزّلها، فشجعوني كده إن أنا أقدر أستمر. وبس كده الفيديو بتاعي كان خلص، أشوفكم في فيديو جديد على خير إن شاء الله، محتاجة تشجيعكم جدًا، 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 مع ألف مليون سلامة.